ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. هنعمل مع بعض القرص الطريه الفلاحي الصح بقى، من غير اي سمنه. تعملي السمنه الاول وبعدين تحطي اللبن او الزبادي او اللبن اللي انت بتحطيه ايا كان. والتكلفه اللي انت كل مره بتعمليها، لا انا جايبه لك بقى وصفه جميله جدا وتحفه وبسيطه قوي على قد ايدك. تابع معايا الفيديو وانت هتشوفه بنفسك انا هعمل ايه دلوقتي بحاجات موجوده عندك في البيت وحاجات بسيطه. ده طبعا كان عندي لبن، اللي هو اللبن اللي هما بيقولوا عليه كده لبن رايب. تمام، لبن رايب اللي اسمه شرش، يعني في شرش كده يبقى معاه اللي هو تحت اللبن الرايب. تمام. انا طبعا خلطتهم مع بعض. هنجيب كوبايتين من اللبن الرايب. تمام. وهنجيبي 3 معالق من السكر، نص معلقه من الملح، وهتجيبي خميره فوريه. انا بتكلم على الموضوع اللبن الرايب، علشان لو انت مش عندك لبن رايب ممكن تعملي بكوباية واحدة، بكوباية واحدة لبن وكوباية واحدة من المية، وتعملي أحلى قرص عندك في البيت. تمام. هتجيبي طبعا الدقيق بتاعك ده كيلو من الدقيق. تمام. هتضيفي كده شوية بشوية. طبعا انتي مش تضيفي اللبن كله، علشان خاطر لازم تحط شويه بشويه علشان خاطر تعرفي نوع العجينه، او تعرفي مثلا العجينه هتاخد قد ايه بالظبط من اللبن او من الميه واللبن اللي انت هتعملوهم مع بعض. تمام. انا بعد ما عجنتها كده ولميتها بكل الدقيق، انا ضفت معلقتين من الزبده ومعلقتين من السمنه. طبعا انا ما عنديش قشطه، فانا حطيت زبده بدل القشطه. تمام. هنفضل كده نلمهم كده مع بعض كده علشان خاطر تكون ناعمة. انا عاوزة العينة تكون ناعمة معايا. يعني العينة ديت مش هتاخد من وقتي 10 دقايق او 15 دقيقة بالكتير. تمام. طبعا عشان تلمها كويس وتطلع معاكي جميلة وتطلع معاكي ناعمة وحلوة، احنا عاوزين العينة تكون ناعمة. تمام. هسيبيها لمدة نص ساعة او ساعة. تمام. في مكان يكون دافي، وتسيبها بقى تخمر براحتها. وبعد كده هتجيبي يعني ربع كوبايه من الزيت، هتضيفها كده معانا الوش بتاعها كده علشان خاطر لما تيجي تخمر تطلع معانا ناعمه وتطلع معانا كويس. وبعد طبعا ما سيبناها ساعه ونص تخمير، زي ما انت شايفه كده الحجم بتاعها اتضاعف زي ما انت شايفه. احنا طبعا هناخدها كده ونعملها كور صغيره خالص عشان هي لسه هتخمر. طبعا لو عاوزه تعملي الكور كبيره كور صغيره زي ما انت حابه زي ما انت حباه. هتقوريها زي ما انت شايفه كده. اهم حاجه في العجينه ديت اللي انت تسيبي العجينه طريه طريه خالص، ما تكونش العجينه ناشفه كده ومحجره. لازم تسيبي العجينه طريه، تكون يعني ايدك بتتحط عليها كده، ايدك بتنزل منها، يعني بتنزل في العجينه كده علشان خاطر تاخدي عجينه هشه وعجينه حلوه كده. لازم تكون طريه وجميله زي ما انت شايفه. انا طبعا بعد ما عملتها كور سبتها حوالي 10 دقايق كده يرتاحوا شويه. تمام. وبعد كده طبعا زي ما انت شايفه انا ببطط كل واحده بواحده كده. طبعا انا زينتها بالسمسم. انا طبعا ما عنديش عجوه بلح. طبعا لو عندك عجوه بلح ممكن ممكن كمان تحشيها بعجوه البلح، بحشوه الملبن زي ما انت حابه. طبعا الملبن برضو بيتحشي بالقرص الطريه، بقرص اللي هي بتاعه الفلاحي، ان انت حباه واللي انت عاوزاه المتاع عندك. شايفين بقى الشكل بتاعت القرص عامله ازاي بالسمسم الجميل؟ دي طبعا شوكولاته، دي طبعا اي شوكولاته عندك واي نوع شوكولاته. طبعا زي ما انت شايفه كده انا حطيت شوكولاته في القرص اللي انا عملتها الكور، علشان خاطر انا عاوزه احشيها شوكولاته. انا طبعا ما عنديش عجوه بلح، فلازم طبعا يعني انت حتى لو مش عندك هتعمليها بحشوه الشوكولاته. انا طبعا حشيت حشو الشوكولاته وسبت قرص ساده من غير اي حشو خالص فيها.
انا خلاص خلصت كده الكميه اللي بتاعه الشوكولاته. تمام. انا طبعا عملت زي ما قلت لكم الساده والشوكولاته محشيه بشوكولاته. طبعا هسيبها طبعا حوالي 10 دقايق برضو ترتاح. شايفين بقى الجمال وشايفين الحلاوه، شايفين؟ طبعا ديت اللي بالشوكولاته المحشيه بشوكولاته. حتى لو انت مش عندك عجوه هتعملي بالشوكولاته حاجه كده محشيه كده. وقرص فلاحي فعلا على كيفك، وقرص فعلا تحفه وجميله، من غير اي تكلفه، من غير بقى سمنه تعملها بالسمنه الاول، ومن غير بقى تجيبي لبن قد كده ومش عارفه ايه. لا، انا بقول لك لو كوبايه واحده ميه وكوبايه واحده لبن هتعملي احلى قرص فلاحي، ومعلقتين زبده ومعلقه سمنه هتعملي احلى قرص. زي ما انت شايفه كده. طبعا القرص طالعه روعه معايا وطالعه جميله. طبعا اتمنى منك تعملي ليا لايك، تعملي ليا اشتراك للقناه، عشان خاطر يوصل لك كل حاجه انا بقدمها لكم. طبعا انا طبعا على قد ما اقدر بعمل لكم الحياه البسيطه والحاجات السهله اللي مش مكلفه عليكي وعلى قد ايدك تعملها في بيتك. شايفين بقى الجمال وشايفين الهشه. اتمنى اكونوا بخير وسعاده، مع الف سلامه.